السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كثير ديال الناس يتصلوا بيا وتيقول لي انا بغيت شي وصفه ديال السحر لان عانينا ومشينا عند بزاف ديال الرقاة والمعالجين وعينا. الله يجزيك بخير لما عطينا شي وصفه بالنسبه للسحر. فان شاء الله اليوم غنعطيكم وصفه ديال السحر التمريض، وغنعطيكم وصفه ديال علاج المس العاشق، طرد المس العاشق من البيوت ومن الاجساد باذن الله تعالى. لكن تحاولوا تركزوا معايا، هذه وصفه باذن الله سهله، ركزوا معايا، وصفه سهله باذن الله وعاد اي انسان ممكن يديرها. اي انسان تعاني من السحر التمريض غيمشي شي جرده بحال اللي حنا فيها وغياخذ من 7 شجرات، من 7 شجرات كل شجره ياخذ منها ورقه ديال الشجر، تفهمنا؟ ورقه ديال الشجر، وغنشدوهم نستفوهم هذوك 7 ورقات فوق شي حجره، ونشدوا حجره اخرى قبل ما نبداو ندقوا فيهم نويو النيه بان راه تنبطلوا في هذا السحر هذا. فالانسان من علامات الانسان لما تيبي يبطل في السحر، من العلامات الانسان تيحس بالتنمل في الراس ديالو، او تيحس بحال الدقان ديال الشوك او البراوات في الراس ديالو او الفخذ ديالو، او الخوف او البكاء. في هذيك الوقيته الانسان لما تينوي بان راه تيبوك في السحر، تنجيبوا نعاود لكم الطريقه. تنجيبوا 7 الورقات ديال الشجر، الشجرات يكونوا مختلفين، 7 الشجرات تنستفوهم فوق واحد الحجره وندقوهم بهذيك الحجره. لما تنكونوا ندقوا فيهم النيه تكون ابطال السحر. هذه بالنسبه للسحر التمريض. ونقراو عليهم الايات السحر اللي موجوده في القران معروفين. قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه كلها ايات لابطال السحر موجوده في القران، موجوده في الانترنت، الانسان ياخذها ويقراها. بالنسبه للانسان اللي كيعاني من المس العاشق غنجيب لكم وصفه سهله. الانسان غيجيب الفيجل يتبخو في الماء ويجيب المسك الاسود عطر، يخلط هذه الوصفه الفيجل والمسك الاسود يخلطهم ويقرا عليهم سوره الصافات ويديرهم في واحد البخاخ او الشاشه ويرش الجسم ديالو. من يبغي يخرج من الدار ومن يبغي ينعس يرش الجسم ديالو البيت نعاس. لان كثير ديال الناس تيقولوا بان راه المس العاشق تيسكن الاسد، لكن ماشي دائما. كاين بعض الناس اللي عندهم مس العاشق ساكن في البيت، لما الانسان تينعس يتلبس به، لما البنت تيجي فيها الخاطب تيتلبس بها، تيوريها بواحد الصفه اللي هي غير طبيعه، يوريها غير الصوره ديالها، فهمنا؟ من العلامات باش ناكد لكم بان المس العاشق ماشي كله تيتلبس من الجسد، لان الانسان لما تيفيق من النعاس تلقى بقع زرقاء في الجسم ديالو او خضراء او سوداء، بان هذه البقع هي المكان من تيخرج وتيدخل الجن والشياطين، تفهمنا؟ الانسان نعاود لكم الطريقه اللي تيعاني من المس العاشق تيجيب الفيجل والمسك الاسود تيخلطهم. الفيجل تنطبخوه في الماء تنصفيه ونخلطوا معاه المسك الاسود عطر، وتنقراو عليه سوره الصافات وترشوا به الجسم ديالنا. من نبغيو نعسوا ومن نبغيو نخرجوا من الدار نرشوا به الجسم ديالنا ورشوا البيت النعاس. ومن علامات الدخول والخروج هي البقع اللي الانسان تلقاها بالجسم ديالو، هذيك هي البقع اللي تيخرج. بالنسبه للانسان اللي تيعاني من السحر التمريض، راه كاع الاسحار باذن الله تتفك بسبب الاوراق ديال الشجر، لان اغلب الاسحار اللي وصلنا لها تتصاوب بالاعشاب. حنا دائما تلقاو العكس ديال هذا الامر باش يتصاوب. اذا هو مثلا مرشوش تنبطلوه بالماء، اذا كان هو لانه رشان تتصاوب بالماء، اذا كان انسان تمريض مصاب عند سحاره ولا شوافه تتصاوب بالاعشاب، تنبطلوه بالاعشاب. فهاد الاعشاب الحمد لله راه ماشي غيقلب على الانسان ولا غيشريها، سهله. غيمشي شي جرده ديال الحمد لله راه موجودين في المغرب، وغيكل شجره ياخذ منها ورقه ديال الشجر ويستف 7 ورقات فوق واحد الحجره ويدقهم. النيه ديالو بانها تيطلب السحر. من علامات الابطال الانسان تيحس بالتنمل في الراس ديالو، الدقان ديال البراوات، الدقان ديال الشوك، بالخوف، البكاء. في هذيك الساعه لما تيكون يدق ثم يعلم بانه راه مصاب بالسحر، وهذا العارض راك وصلت ليه نقطه الضعف ديالو. هو لما تيعطيك هذه الاعراض هذه ديال الدقان ديال الشوك في الجسم ديالو تيعلم بانه راك وصلت ليه الهدف ديالو ونقطه الضعف ديالو. فهذه وصفات احنا جربناها مع كثير ديال الناس، اقسم بالله العلي العظيم. اذا واحد السيد في فرنسا عنده مرته مريضه ودرنا معاه هذه الوصفه هذه، اقسم بالله العلي العظيم اذا اتصل بيا وقال لي نموت وما ننساش خيرك. هذه وصفه سهله ما غيشريها الانسان، ما يبحث عليها، ما يقلب عليها، ما والو، سهله غديرها. ونهار 7 الايام ضروري نتبعوها 7 ايام. نهار 7 في الايام اللي غتغتسل به راه غتحس داكشي تيخرج منك بحال شكل البراوات، بحال الشوك، بحال التنمل، بحال غيجيك واحد الخوف باذن الله وغادي يخرج منك داكشي. فاي انسان دار التجربه هذه فيحاول يدير معنا، ونسال الله الشفاء لنا ولكم ولجميع المرضى المسلمين والمسلمات.